السلام عليكم، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كلشي على خير وبخير. كنتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بصحه جيده. اليوم ان شاء الله غنتشارك معكم نهاري ما بين الخدمه، الحوايج اللي كنقضي على برا، الشقه ديال الدار. المهم فلوغ راه متنوع، البنات اللي كيخدموا لي كوموند، البنات اللي بحالي في الدومين، او الاخوات اللي كيكونوا خدامين خدمه اخرى. واليوم ان شاء الله واخيرا خديت هذيك اللي صراحه كنت شحال هادونا نحماق باش غناخدها. صراحه شي حاجه اللي طوب والله، كتعاون بزاف بزاف بخصوص البنات اللي كيكونوا عندهم بحال هكا لي كوموند. وهنا غادي نبدا معكم نهاري مع الصباح فاش ديت بنتي للمدرسه. هنا كانت 8 ديال الصباح تقريبا. المهم انا كنخرج من الدار مع ديك 7 و55 دقيقه. المهم كنجي كنحط بنتي، وهنا ما شاء الله مراكش باقا خاويه. يعني كيف ما كتعرفوا مع هاد الاضرابات اللي كاينين، يعني المدارس العموميه يعني كيكونوا معمرين الدنيا بزاف، ولكن لا صراحه ملي ما كايناش القرايه في المدارس العموميه يعني الدنيا خاويه. انا بعد ما حطيت بنتي في المدرسه، هنا جيت اول حاجه جيت الكارفور باش غادي نبدا نختار لا ماشين ديال الماعن. المهم هنا جيت صراحه بقيت كنشوف وكناخد افكار، وكناخد يعني بزاف ديال الحوايج، مي صراحه ما عجبنيش داكشي. وخرجت مشيت المرجان، شوفوني اني هنا مشيت المرجان. المهم خديت الطريق، شديت الطريق ومشيت. المهم الصباح ديال هذاك النهار كله مشى ليا غير في جري. كان صراحة كان مهم، عندي غرض اهم من هادشي كامل وقديته حتى هو. وفي نفس الوقت يعني قلت هذه هي الفرصة والمناسبة انني غادي نخرج نقضي الغرض الثاني اللي هو خاصني ناخذ لا فيسيل، لان خاصني ضروري. وكنت شحال هذا كنت باغا ناخذها صراحه، دابا عاد كتاب باش غناخذها. المهم انا كنت شفت واحد العرض حاطينه في مرجان على حساب واحد الماكينه ديال الماعن، مي صراحه ما عجبتنيش. وتا الناس اللي تماك يعني نصحوني انني ما ناخذهاش لانهم ما عارفيناش واش مزيانه ولا لا. المهم هنا دخلت المرجان صافي، هنا كنت خديتها وكنت كنعمر في الوراق، ودرت هنا واحد فيديو خفيف ظريف. من بعد راني رجعت للدار ومشيت حتى للمحل اننا كنديروا شي اصلاحات في المحل، ان شاء الله غنشارك معكم فيديو. وهنا في العشيه رجعت للدار، يعني بقى عندي نص نهار ديال العشيه اللي خصني نخدم فيه لي كوموند اللي كانت عندي فيه محنشه. كانوا المهم عندي فيه شله ما يدار. المهم هنا غادي نتشارك معكم اول حاجه الطريقه اللي غنخدم بها المحنشه. هنا عندي الورقه العاديه، انا كنخدم بالورقه ديال البخار. كنحيد ليها هاد الجنيبات هادو، كنجي هنا كنحيد ليها هاد القدام هذا بالمقص صافي، وكنقسمها على جوج. يعني الورقه كنقسمها بحال هكا على جوج. بعد ما كنقسمها على جوج ضروري ومؤكد البلاستيكه اولا السلوفان، ضروري 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 بالخصوص الورقه باش ما تنشفش. صافي هنايا بعد ما كنقسم الورقه على جوج كنحطها هنا على جنب. هنا كندوز انني كنكون ديجا موجده العقده، راني متشاركه معكم بزاف ديال المرات عندي هنا في اليوتيوب. نحاول انني كنشكلهم بحال هكا حرابل اللي كيكونوا رقاقين، ما يكونوش غلاضين، لان ملي كانوا غلاض بزاف غيطرطقوا لينا الورقه بطبيعه الحال. المهم يكونوا متوسطين. صافي بعد ما كنشكلهم كاملهم كنحطهم هنايا وكنغطيهم بطبيعه الحال بلاستيك حتى هما. هنا كناخذ واحد البيضه كنزيد عليها الخل وكنطربها هكا مزيان مزيان مزيان. وفاني بودر ضروري تزيدوا شويه الفاني اولا ماء الزهر، من الاحسن الا كانت فاني يكون افضل. هنا الزلافه الثانيه خويت فيها الزيت. وهنا غادي نبدا باش غنشكل المحنشه ديالي. كناخذ هذا الاسباس فاش غادي نخدم مسحوا لي يكون فيه الماء، لانه الا كانت فيه الماء غتخسر لكم الورقه ديالكم. وكنبدا كنستف في الورقه كنحطها هنايا، وكناخذ من هذاك البيض اللي طربت كندير ما بين القنيطات والقنيطات باش كتلصق لي الورقه على اختها. صافي كنبقى غاديه على هاد الطريقه هذه حتى كنكمل يعني داك ليسباس اللي عندي كامل كنعمرو بحال هكا. وكناخذ هنايا البنات هادوك الحرابل اللي شكلتهم بالعقده ديال اللوز، كنحط واحد قدام واحد وكان نشكلهم كلهم بحال هكا. صافي كنرجع هنايا الاول ورقه باش كنبدا كنرجعهم بحال هكا
فوق من العقدة من طبيعة الحال. وما كننساش أنني كندهن الآخر ديال الورقة بهذاك البيض، لأنه البيض أحسن من الدقيق، لأنه الدقيق راه كيعجّل ليكم المحنشة، البيض أفضل. لأن البيض غير كيقيس العجينة كيقيس الورقة كينشف. صافي كنبدا كنشكل فيها بحال هكا على شكل محنشة، وغنحطها هنايا وغنعاود ندير نفس الطريقة. المهم حتى كنكمل الحجم اللي بغيت أنا في المحنشة. أنا هنا مطلوب مني المحنشة ديال 30 سنتيم، عفوا ديال 28 سنتيم. صافي بديت كنشكل فيها حتى هي بحال هكا. بالنسبة للثمن ديال هاد المحنشة كندفعها ب200 درهم. صافي هنا بعد ما كندير لها اللوية الثانية نعاود ندير لها اللوية الثالثة. صافي كنحطها في الطاوة وكنغطيها بالسلوفان وكنخليها من طبيعة الحال حتى الغدا في الصباح عاد غنطيبها. ما غاديش نطيبها اليوم بالليل، صافي غنخليها بحال هكا. وضروري كنغطيوها بواحد البلاستيكه. ولكن انا هنا غادي غير نعبر، ضروري انا عندي السونتيم اللي خاص بالكوزينه، كنعبر به الطاوات، كنعبر به المحنشات، كنعبر به البساطل. ولكن ضروري كنغطيها هكا بواحد البلاستيكه. صافي الغد لي في الصباح من طبيعه الحال كندخلها كنطيبها عادي جدا. وبعد ما كنخرجها راه البنات كنزينها هكا برقائق ديال اللوز إفيلي، لوز كونكاسي، بريوات أولا محنشات، أولا على حساب الرغبة ديالكم بطبيعة الحال. وصافي هنايا لا فيديو ديالي غيسالي. وهنا كانوا جاو السيرفيس ديال مرجان، جاو باش غادي يركبوا ليا لا ماشين، ما ديوش هذيك الروينه اللي في الكوزينه. صراحه هاد لا فيديو هذا صورته غير الوالده ديالي. يعني غيبان لكم التصوير ماشي هو هداك. اي حاجه كتشدها. صافي هنايا بداو يركبوا في لا ماشين باش غادي يشوفوا يعني غيسيستيوها واش خدامه. وكيف ما كتعرفوا هما الصراحه الا ركبوها هما ماشي بحال الا ركبتها انا. وصافي هنا راه ركبوها الله يجازيهم بخير. وهنايا انا حليتها من الداخل بعد ما مشاو من طبيعه الحال. صافي هنا كانوا مشاو لأنه ما خداوش وقت بزاف باش غيركبوها. وصراحة راه واحد الحاجة اللي زوينة 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 في الدار أنها تكون بالخصوص اللي كيخدموا لي كوموند.